In the world of AI, The AI. AI for science, the new image generation model. And we are calling it GPT-4o. Hey, ChatGPT. To Google's latest AI models, Gemini 1.5 Pro with 1 million tokens. The longest context window. Building effective agents. From like single LM to multi-LM. انا حاسس بنفس اللي انت حاسس بيه، وهو ان كل شويه بيظهر مصطلحات جديده. طب الاي اي ده ادخل له منين؟ طب هل انا متاخر ولا انا متقدم ولا انا فين بالظبط من العالم اللي عمال يتغير حوالينا؟ انا جاي اطمنك، انت مش متاخر ولا حاجه، انت بس محتاج تاخد الخطوه الاولى في عالم الذكاء الاصطناعي. ومن وجهة نظري انا شايف ان الخطوة الاولى ان احنا نفهم المصطلحات الدارجة اللي بتتقال حوالينا. فهدف الفيديو ده ان احنا نبسط بعض المصطلحات الدارجة من غير اي تعقيدات خالص، بحيث ان لو شفناها بعد كده او سمعناها او قريناها نقدر نفهمها. واول مصطلح معانا وهو يعني ايه اصلا ذكاء اصطناعي، او يعني ايه artificial intelligence. وده معناها اني اخلي الكمبيوتر عنده القدرة انه يقدر يعمل مهام بطريقة تشبه ذكاء البشر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت بتقدر تسمع، بتقدر تشوف، بتقدر تفكر، وبناء على الانبوتس دي بتقدر تاخد قرارات. فاحنا عايزين الكمبيوتر يقدر يعمل زي اللي احنا بنعمله، فاحنا عايزين الكمبيوتر يقدر يتعلم، يقدر يشوف، يقدر يسمع، وبناء على الانبوتس دي يقدر ياخد قرارات بطريقة تشبه طريقة تفكير البشر. طب علشان نوصل بقى للهدف ده احنا محتاجين ايه؟ محتاجين بعض الادوات والتقنيات اللي هتساعدنا ان احنا نوصل ان نخلي الكمبيوتر يقدر يتعامل بطريقة اشبه بالبشر. واول تقنية او تكنيك او ابروتش معانا وهو اسمه ماشين ليرنينج. ومن اسمها كده معناها ان الآلة تقدر تتعلم من عن طريق البيانات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت بدل ما انت هتبرمج الكمبيوتر برمجة صريحة، يعني هتقول له مثلا لو شفت الصورة دي يبقى إذا دي معناها صورة قطة. لا، انت مش هتعمل الكلام ده. انت هتدي بيانات للكمبيوتر وهو هيتعلم منها ويكتشف الأنماط المختلفة في الداتا دي علشان بعد كده يقدر يتنبأ صح. يعني بحيث ان انا لما اديله صورة قطة بعد كده هو يعرف يتنبأ مع نفسه. انا مش محتاج اقول له ان الصورة دي اللي اسمها كذا اللي فيها تفاصيل كذا اذا دي تبقى قطة. لا، انا مش محتاج اعمل ده. هو لوحده اوتوماتيك هيعرف الباترنز علشان بعد كده لما اجي اديله صورة جديدة فيها صورة مثلا قطة يقدر هو يقول لي لا دي فعلا صورة قطة. وتعالوا نضرب مثال تاني. ولنفترض ان انا اديت الآلة او الماشين دي بيانات وقلت لها الاكس دايما بيجي وراه واي دايما بيجي وراه زد، وقلت لها اتعلمي من البيانات دي. المفروض بعد كده لما اجي اسالها هقول لها والله انا عندي اكس وواي، يا ترى ايه اللي هيجي بعديهم؟ المفروض تكون الاجابه زد. يبقى الفكره باختصار انا ما كتبتش برنامج صريح بقول للكمبيوتر اكس بعديه واي بعديه زد. انا اديت الكمبيوتر هو يتعلم مع نفسه، وبعد كده هو لما باجي اساله بيرد عليا ببريدكشن او استنتاجات بناء على الباترنز او الانماط اللي هو اكتشفها في الداتا دي. يبقى الخلاصه ان كل ما الكمبيوتر بديله بيانات اكتر هو يتعلم منها، كل ما كانت الاستنتاجات بتاعته ادق. وده باختصار شديد معنى كلمة ماشين ليرنينج. طيب فكرة الماشين ليرنينج دي مع الوقت اتطورت وظهر معانا مصطلح جديد اسمه ديب ليرنينج. وزي ما انت شايف قدامك في الصورة هنا، بص احنا ابتدينا من الاي اي، بعديها اتفرعنا او اتخصصنا اكتر في الماشين ليرنينج، بعديها اتطورنا واتخصصنا اكتر في ايه؟ في الديب ليرنينج. ايه بقى قصة الديب ليرنينج ده؟ ده نوع من انواع الماشين ليرنينج. احنا برضو لسه في منطقة ان الآلة هتتعلم لوحدها. فكرة الديب ليرنينج ده بقى ايه؟ ان هو لا، المخ البشري بتاعنا بيبقى فيه حاجة اسمها وصلات عصبية او نيورونز. النيورونز دي او الوصلات العصبية اللي في دماغنا دي بيجي لها انبوت وهي بتبتدي تتفاعل مع بعض وبتعمل بروسيسنج على الانبوت اللي جالها ده علشان في الاخر بنطلع باستنتاج. يعني بمعنى اخر لما حضرتك بتشوف عصفورة ليه بتقول عليها عصفورة؟ يعني ايه السبب لكده؟ لان في وصلات عصبية عندك هي جالها انبوت ان والله دي صورة ايه، ليه رجلين وليه ريش وليه عينين وليه زي ودان صغيرة، يبقى اذا ده انا بناء على ان انا كنت متعلم ده قبل كده يبقى اذا ده عصفور. فاحنا عايزين نطبق فكرة شبيهة في دي
للكمبيوتر. الكمبيوتر عنده حاجة اسمها نيورال نتوركس او شبكات عصبية. النيورال نتوركس دي بيبقى فيها مجموعة من النيورونز، ودي اللي بتبقى مسؤولة عن انها هتاخد الانبوت بقى بتاعك وتبتدي تعمل عليه بروسيسنج وبعدين تطلع ايه بريدكشنز او اوتبوت. انا عارف الحتة دي لسه مش واضحة قوي في الفهم، بس خلينا نكمل كلامنا هتوضح قدام اكتر شوية. تعال نضرب مع بعض مثال بسيط. هجيب اتنين هحط قدامهم اكلة مليانة شطة وحراقة جدا وهقول لهم ياكلوا. خلاص، السؤال بقى اللي انا بسأله، انا وانت هل نقدر نتنبأ برد فعلهم؟ هل نقدر نبريدكت كده هم هياكلوا الاكله دي ولا مش هياكلوها، ولا حد هيجي ياكل نصها ويسيب نصها، ولا حد هيجي في النص ويبقى محتاج يبلع؟ صح، في احتمالات كتير ممكن تحصل او بريدكشنز كتير ممكن تحصل. وده سببه ايه؟ لان احنا الانبوت اللي كان عندنا ايه؟ ان اتنين قدامهم اكله حاره ودماغنا ابتدت تعمل بروسيسنج وتتوقع ايه اللي ممكن يحصل. بس التوقعات دي ما نقدرش نتحكم فيها. يعني احنا التجربة اللي هي اللي قدامنا دي، ده انا ممكن اجيب اتنين تانيين غير دول وممكن دي يطلع لنا اوتبوت مختلف تماما. ان واحد منهم مثلا بعد لما يخلص الاكلة ما يعجبه فكرة الاكل الحار ده، واحد تاني لا يقول لك انا محتاج حاجة جنب الاكل الحار ده، واحد تاني ممكن يقول لك لا انا بحب اكل مثلا فراخ مشوية جنب الاكل الحار. حاجتين ما لهمش علاقه ببعض. فلذلك فكره النيورال نتوركس دي معقده جدا وفيها عدد كبير من النيورونز اللي بتتفاعل مع بعض على الانبوتس علشان تطلع بريدكشن او تطلع اوتبوت. وخد بالك انا عمال اكرر كلمه بريدكشن دي علشان هتبان معانا قدام اكتر. فتعالوا نضرب مثال بقى على فكره الديب ليرنينج دي. انا هيبقى عندي صور لقطط، هدي الماشين الصور دي واقول لها اتعلمي بطريقه الديب ليرنينج الصور دي علشان تكتشف انت بقى ايه الباترنز، علشان بعد كده لما اجي اسالك على صوره قطه تقولي دي صوره قطه ولا لا. ولكن في تركايه بقى هنا. خلينا نفترض اول سؤال هبعت صوره قطه صريحه للماشين واقول لها هل دي صوره قطه ولا لا، المفروض انها تجاوب عليا وتقول لي ايه طيب ماذا لو بعت لها صوره مظلمه شويه للقطه دي او مش واضحه شويه؟ يا ترى ايه الاجابه؟ هنا لا انا ولا انت نعرف نتوقع الاجابه، لانها ممكن لما تشوف صوره القطه دي تقول عليها لا ده كلب، ممكن تقول لك دي الصوره مظلمه شويه ابعت لي صوره اوضح، ممكن تقول حاجه ثالثه خالص، ممكن تقول لك فعلا دي صوره قطه. طيب افرض بقى رفعنا صوره كلب وسالنا الماشين قلنا لها ايه الصوره دي، برضو الاجابه غير متوقعه. البريدكشن اللي الماشين هتطلعه او الاوتبوت اللي الماشين هتطلعه ده غير متوقع بسبب كمية التفاعلات والتعقيدات ما بين النيورونز جوه النيورال نتورك دي او جوه الشبكة العصبية دي. زي مخ البني ادم، لو واحد مش بيشوف كويس هيقول لك لا انا مش عارف ايه الصورة دي. طب لو واحد بيشوف كويس لا ممكن يقول لك والله دي صورة كلب. طب لو واحد اصلا عمره ما شاف كلب في حياته او عمره ما شاف الكائن ده في حياته زي الطفل الصغير هقول لك انا ما اعرفش ده ايه. فهي نفس الفكرة برضو في الماشينز، على حسب انت علمتها ايه، على حسب النيورال نتورك شغاله ازاي. ففكره الديب ليرنينج باختصار هي بتحاكي فكره او طريقه تفكير المخ البشري. الخلاصه فكره الديب ليرنينج ان عندي ماشين بعلمها بطريقه تشبه طريقه المخ البشري، وبعد كده الماشين دي بتديني بريدكشنز او بتديني الاوتبوتس، والاوتبوتس دي مش حاجة أنا أقدر أتوقعها، ممكن تصيب ممكن تخيب ممكن تطلع حاجة تانية خالص. وكل ده بيرجع ليه؟ بناء للداتا اللي أنا اديتها للماشين بتاعتي وعوامل تانية أخرى هنعرفها برضو مع بعض قدام في الفيديو ده. طيب إيه رأيك بقى لو جبنا داتا كتير جدا زي كل المقالات اللي على النت، كتب، PDF، نصوص، أيا كان اللي عندنا، يعني جمعنا كمية داتا كتير جدا واخدنا الداتا دي وجبنا كمبيوترات قويه في البروسيسنج وعندها ميموري كبيره وقلنا لها اتعلمي من البيانات دي بطريقه الديب ليرنينج، ايه اللي هيحصل؟ ان هيظهر لنا مصطلح جديد وهو لارج لانجويج موديل. وركز معايا بقى في المصطلح ده لان هو مهم. تعالوا نمسك كلمه كلمه نفنطها ونفهمها مع بعض وبعد كده نرجع نركب الكلمه دي تاني كلها على بعض. يعني ايه كلمة موديل؟ ده عايزك تعتبره ان هو عبارة عن سيستم او برنامج نازل على كمبيوتر او مجموعة كمبيوترات، ووظيفته ان هو بيتعلم من الداتا الكتير دي كلها اللي احنا بعتناها له وبيطلع بباترنز، وفي الاخر بعد لما بيخلص عملية التعليم بنقول عليه موديل. يبقى كده احنا فهمنا كلمة موديل. كلمة موديل هو سيستم على كمبيوتر او مجموعة كمبيوترات بيبتدي يتعلم من الداتا دي وبعد لما بيخلص خالص عملية التعليم بنقول عليه موديل. والموديل ده بنديله اسم زي
جي بي تي 4 زي كلود سونيت زي لاما 3 او لاما 4 او ايا كان اللي هيظهر بعد كده، وهنشوف مع بعض دلوقتي. طيب يعني ايه بقى لانجويج موديل؟ احنا فهمنا كلمه موديل خلاص. طب يعني ايه بقى لانجويج موديل؟ يعني الموديل ده متخصص في النصوص فقط، يعني متخصص في التكست. يبقى تعالى بقى نجمع الكلمه كلها على بعض. لارج لانجويج موديل هو عبارة عن سيستم نازل على كمبيوتر أو مجموعة من الكمبيوترات القوية جدا اللي اتعلم داتا كتير جدا، وكانت الداتا دي هي نصوص. فبعد لما خلص تعليمه أصبح بقى اسمه إيه؟ لارج لانجويج موديل. وده أنا أقدر أسأله وهو يرد عليا ببريدكشن أو بتنبؤات بناء على السؤال بتاعي. الموضوع الاي اي ده الصراحه ممتع جدا، بس الفكره بتاعته ايه؟ انت بس محتاج تبسط التعقيدات اللي حصل. المهم نكمل. فعلى سبيل المثال عندنا هنا مثلا جي بي تي 4 ده اسم الموديل. ده بقى ايه؟ اللي هو خلاص السيستم اللي نزل على مجموعه من الاجهزه واتعلم من البيانات، فاصبح بقى اسمه جي بي تي 4. عندنا مثلا موديل تاني، وده انا اسف قبل بس ما نروح للنقطه اللي بعديها، ده اسمه لارج لانجويج موديل. طيب بص مثلا موديل تاني، ده اسمه بتاع 11 لاب. ده ممكن ياخد منك تكست يعني نصوص ويحولها لسبيتش. طب هل ده بنطلق عليه لارج لانجويج موديل؟ لا، هو ده بيطلق عليه بقى اسم تاني خالص، وهو تكست تو سبيتش موديل. بس الفكره ايه او الدارج ايه في وسط المسميات ما بيننا؟ ان اي حاجه من الموديلز دي بنقول عليها لارج لانجويج موديل. حتى يعني على سبيل المثال عندنا موديل تاني خالص اسمه ميد جيرني. ده بيعمل ايه ميد جيرني؟ ده بياخد مني تكست وبيحوله لصور بالمنظر ده. هل ينفع اقول عليه ان ده LLM المعنى الدارج ما بيننا؟ هينفع عادي انك تقول عليه LLM، بس هو في الاساس ايه؟ تكست تو ايمج موديل، لان هو بياخد مني تكست يحوله لايمج. نفس الكلام برضو بالنسبه لصوره. ده بتاع شركه اوبن اي اي، بياخد برضو منك تكست وبيحول التكست ده لايه؟ لصور زي ما احنا شايفين مع بعض. يعني انا هنا المفروض لو كتبت له create a new image of a cat playing كاراتيه مثلا، يعني قطه بتلعب كاراتيه، ودوست انتر، ده كده انا بعمل ايه؟ ده كده انا بدي للموديل تكست، وهو المفروض بعد كده يحوله لايه؟ لايمج. طيب هسال انا سؤال، هو انا مش لسه قايل ان جي بي تي 4 ده لارج لانجويج موديل يعني ما بيفهمش غير تكست؟ امال تعالى كده نشوف مع بعض. لو انا جيت رفعت له صوره مثلا بالمنظر ده وقلت له قول لي الصوره دي عبارة عن ايه بالظبط، ودوست انتر، هتلاقيه وصف لك الصورة اهو. بيقول لك ان الصورة دي لطيور لطائر مش عارف اسمه كذا كذا كذا. طب احنا لسه قايلين ان الموديل اللي اسمه جي بي تي 4 ده ما بيفهمش غير تكست. امال هو فهم الصورة دي ازاي؟ تعال بقى هنا لمقال جديد من شركة اوبن اي اي. المقال ده نزل بتاريخ شهر 3 2025. قالت هنا جملة كده بسيطة، أو قال كلمة بسيطة، حاجة اسمها مالتي مودال موديل. يعني إيه مالتي مودال موديل؟ يعني إن الموديل بقى بيفهم صور كمان، وممكن كمان يفهم فيديوهات. فعلشان كده جي بي تي 4 قدر يفهم الصورة. طبعا أنا هسيب لينك للمقال ده لو حابب تقراه، لأن فيه تفاصيل تانية. ولكن اللي نطلع بيه من المقال ده ان بقت اللارج لانجويج موديلز نقدر نقول ان اسمها مالتي مودال موديلز. بس برضو ارجع اقول لك الدارج، يعني مفيش حد هيجي يقول لك لا ثواني ده مش LLM ده مالتي مودال موديل. يعني محدش هيتك قوي في حته المفاهيم، بس احنا بنفهم الدنيا دي مع بعض. فباختصار اللارج لانجويج موديلز اتطورت وبقت بتفهم الصور والفيديوهات والصوت كمان، وده مختلف من موديل للتاني. يعني انت ممكن تلاقي 4 او فاهم الصور بس، ممكن تلاقي موديل تاني لا هو فاهم التكست وفاهم الصوت، موديل تالت لا انا مش فاهم لا ده ولا ده، انا ما بفهمش غير فيديوهات بس. فهي كل موديل على حسب هو بيقدر يعمل ايه. بس في الاخر لو في موديل بيفهم اكتر من نوع من البيانات بنقول عليه ايه؟ مالتي موديل موديل. ده مش بس كده كمان، ده الموديل ده بقى يقدر يجنريت صور. يعني جي بي تي 4 او يقدر يطلع لنا صور. يعني تعال نسأله كده ارسم لي صورة كرتون من الطائر ده.
وادي النتيجة زي ما انتم شايفين، قدر ان هو كمان يرسم الصورة دي. ممكن كمان في المستقبل نلاقي مش بس ان هو بيطلع صورة، ده ممكن كمان يطلع يعني فيديو مع صوت، ممكن تطلع حاجات كتير جدا احنا ما نعرفهاش. الخلاصة ان دلوقتي المودلز اتطورت، بقت بتفهم اكتر من نوع من البيانات، وكمان تقدر تجنريت اكتر من نوع من البيانات. ده بوقت تسجيل الفيديو ده، علشان ما اعرفش بعد كده هيحصل ايه. ملحوظة بسيطة، اللي كان مستني القطة اللي بتلعب كاراتيه اهي الصورة اهي. طيب نرجع نكمل. طب هو شات جي بي تي بقى ده بالنسبه لنا ايه؟ يعني شات جي بي تي ده او كلود ده عباره عن ايه؟ ايه عباره عن ايه الحاجات دي؟ دي عباره عن انترفيسز بس بتخليك تقدر تتكلم مع ايه؟ مع المودلز المختلفه. يعني مثلا احنا هنا شات جي بي تي بيخليني اقدر اتكلم مع جي بي تي 4 او، اقدر اتكلم مع او 3 او 4 ميني او 4 ميني هاي، وطبعا كل دي اسامي ايه؟ مودلز. نفس الكلام بالنسبه لكلود، مجرد انترفيس بتخليني اقدر اتكلم مع الديفرنت مودلز. وكل شركه بقى، يعني مثلا كلود سونيت ده طالع من شركه اسمها انتروبيك. اوبن اي اي هي اللي عامله مثلا المودلز دي، واحنا خلاص بقى فهمنا مع بعض كلمه موديل ان ده السيستم اللي ايه اتمرن على الداتا يعني. وانا بتعامل مع المودلز المختلفه دي عن طريق الانترفيسز دي. ممكن يبقى في انترفيس تانية، ممكن يبقى في انترفيس تانية زي مثلا الكود اديتور بتاعنا اللي بيتعامل مع المودلز برضو المختلفه. طيب السؤال اللي بعد كده، انا لما باجي اكلم المودلز دي واجي مثلا اكتب هنا اقول قول لي ايه افضل الكتب اللي ترشحها لي في مجال البرمجة، تمام؟ اللي انا بعمله ده او اللي انا بكتبه ده اسمه برومت. طب ايه البرومت ده؟ ده عبارة عن الانستراكشنز او التعليمات اللي حضرتك بتديها للموديل، وبناء عليها هو بيعمل بروسيسنج ويبتدي يطلع اوتبوت او يبتدي يطلع بريدكشن. وحتة كتابة البرومت دي ليها اساليب، في حاجة اسمها برومت تكنيكس او برومت ديزاين، مش هنتكلم عنها في الفيديو ده علشان ما يطولش، ممكن نخصص لها فيديو منفصل تماما. بس انك تكلم الموديل بطريقة معينة دي هتفرق في النتيجة اللي بتطلع لك. طب عايزين نسأل سؤال تاني، هي المودلز دي والشركات دي المفروض بتكسب، طب هم هيحاسبوني ازاي على الكلام اللي انا بكتبه؟ يعني انا هتحاسب ازاي على القصة دي؟ وهنا يظهر معانا بقى مصطلح جديد اسمه توكنز. ايه بقى قصة التوكنز دي؟ تعالى كده مثلا نروح على وليكن مثلا انتروبيك كده، لو انت عملت سكرول تحت هتلاقي في حاجة اسمها برايسنج. تعالى نطلع فوق، هتلاقي هنا في البرايسنج حاجة اسمها انبوت. الانبوت ده بياخد $3 على المليون توكن، لسه احنا هنشرح التوكن. والاوتبوت $15 على المليون توكن. طب ايه معناها ايه دي؟ باختصار شديد التوكن دي هي عبارة عن كلمة او جزء من كلمة. يعني انت اي كلمة، ساعة لما احنا هنا كنا في البوكس بقول له قول لي ايه افضل الكتب اللي ترشحها لي في مجال البرمجة، دي كده اسمها انبوت توكن. انت دي انبوت انت مديها للموديل. طب لما ادوس انتر وبعدين يجي شات جي بي تي اهو، بص زي ما انت شايف بيرد عليا اهو، هو عمال بيريدكت ويرد عليا، فالردود بتاعته دي اسمها ايه؟ اوتبوت توكن. فيبقى انا لو رجعت كده لما ابص في البرايسنج، يبقى انا كده فهمت يعني ايه اوتبوت توكن ويعني ايه انبوت توكن. لو انت فاهم ان التوكنز هي كلمه او جزء من كلمه فتمام قوي على كده. دلوقتي احنا هنشرح سنه تكنيكال زياده. لو رحنا على موقع اسمه tokenizer.versal.app هتلاقي هنا في مجموعه من المودلز. خلاص ده بيوريك الكلمه بتتجزأ ازاي. فعلى سبيل المثال هاو، خلينا لا نكتبها انجليزي، هاو ار يو دوينج. الجمله دي كلها على بعض كام توكن؟ طلعت 4 توكنز. وخد بالك كل موديل بيقسم التوكنز بطريقه مختلفه عن التاني، يعني مش كلهم هيطلعوا لك نفس الكلام ده، مش شرط. ومش شرط ان يبقى الكلام يعني الكلمه بتساوي توكن واحد، لا ده برضو مش شرط. لان احنا دلوقتي ادي مثلا هاو ار يو دوينج طلع لك 4. طيب ما تيجي نكتبها بالعربي، عامل ايه يا بير مثلا. بص كده بقى، قال لك لا دي العين لوحدها دي هحسبها بتوكن، الالف بتوكن، الميم بتوكن، اللام بتوكن، فيبقى توتال الجمله دي 17 توكن. طب ليه الفرق ده؟ ده بيرجع لعوامل كتير، بس احد العوامل دي ان الداتا اللي متدرب عليها الموديل. يعني ايه؟ يعني الموديل متدرب على داتا انجليزي كتير، وشاف جمله هاو ار يو دوينج، يعني شاف هاو قبل كده 100 مره، شاف ار 100 مره بعد الهاو، بعد كده شاف اليو بعد الهاو ار يو شافها كتير، دوينج شافها كتير.
فكل ده بالنسبه له بما ان هو شافه كتير، فهو حسب ان الهاو دي توكن، الار دي توكن، اليو دي توكن، دوينج دي توكن. لكن بما ان الكلام العربي ما شافوش كتير، فهو ما عندوش باترن يتعلم منه ان عامل دي كلها على بعض دي عبارة عن كلمة. فيبقى هنا نرجع بقى تاني للفكرة بتاعت الايه، الديب ليرنينج. بناء على الداتا اللي الموديل اتعلم عليها، فهو هيعرف يقسم الكلمة ازاي في حتة التوكنز. وخد بالك لسه احنا هنتكلم قدام ازاي تنقي الموديل المناسب للتاسك اللي انت شغال عليه. تعال نرجع تاني لشات جي بي تي، وتعال نجرب نكتب تاني نفس الكلام ده وندوس انتر. وفاكر ساعة لما كنت كل شوية بقول لك بريدكشن بريدكشن بريدكشن، تعال كده ندوس انتر وايه اللي بيحصل. بص كده، شايف الكلام بيظهر ازاي؟ الكلام ما بيظهرش مرة واحدة، ده الكلام بيظهر ورا بعضه كده. تحس ان ايه، ان في تقطيعة كده. التقطيعة دي عبارة عن ايه؟ ان ده بريدكشن، دي تنبؤات. يعني بمعنى اخر هو اخد منك الجملة دي، وبناء عليه والبروسيسنج اللي هو عمله في النيورال نتورك بتاعته ابتدى ان هو يبريدكت كلمة ورا التانية. فعلشان كده ان انا عايزك تفكر في ال LLMs ما هي الا مجرد advanced auto complete. يعني هي باختصار بتعمل اوتو كومبليت بس ذكي قوي، يعني مع شوية كابابيلتيز تانية او مع شوية. تعالوا بقى نروح لجزء جديد وهو حاجة اسمها الكونتكست ويندو. تعالى كده نبص تاني في صفحة البرايسنج وليكن مثلا بتاعة شركة انتروبيك. احنا بقى خلاص بقى دلوقتي بقينا لما يظهر قدامنا برايسنج بيج شبه دي او اي موديل جديد او اي مقال جديد بيتكلم عن اي موديل، المفروض نكون بعض المصطلحات بقت واضحة بالنسبة لنا. فهنا اسم الموديل كلود سونيت 3.7، ده معناها ايه؟ ان ده السيستم اللي اتدرب على الداتا واصبح ادينا له اسم 3.7 سونيت او كلود 3.7 سونيت. طيب الراجل ده بياخد مني في ال 1 مليون توكن انبوت $3. والله ال 1 مليون توكن دول، او خلينا نقول المليون كلمة اللي انت بتبعتهم للموديل ده، سواء بعتهم في شات، في 2، في 3، في 10، في الاخر هو هيحاسبك على $3. طب هو بقى لما يجي يرد عليك الموديل، الاوتبوت توكن هنا بتتحسب المليون ب $15. طب ايه بقى ال 200,000 كونتكست ويندو؟ ايه دي؟ ده احد الليميتيشنز او احد القيود على ال LLM. يعني ايه؟ يعني في الشات الواحد ده ال LLM ما يقدرش يستوعب غير 200,000 توكن، سواء من الانبوت او من الاوتبوت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو جيت كلمته ان شاء الله يا رب، قعدت اتكلم معاه واكتب هنا انستراكشنز كتير جدا، مجموع الانستراكشنز دي طلع ب 200,000 توكن، هو خلاص مش هيقدر يكمل لبعد كده ومش هيقدر يديك اوتبوت. على سبيل المثال تعالوا كده نبص على الصورة دي. زمان كان بيظهر الكلام ده، ان كان بيقول هنا ايه، شات جي بي تي، دي كانت صورة من شات جي بي تي، يقول لك you have reached the maximum length of this conversation. طب ليه؟ ايه السبب؟ لان احنا عدينا الكونتكست. يعني انا في وسط الشات وانا بشات مع شات جي بي تي او ايا كان بقى الانترفيس اللي انا بشات معاها علشان اكلم الموديل، لو احنا عدينا الكونتكست ليميت بيحصل اللي احنا شايفينه ده كان بيحصل زمان. طب دلوقتي لا، بقى في طرق احدث، او ال LLMs بقت بتهندل القصة دي. يعني ان هو ممكن يقصقص الشات القديم. يعني انت بتكلمه في شات طويل جدا، هو ممكن يقص الشات القديم ويبتدي يكمل، فبالتالي انت ما تحسش قوي بالكونتكست ليميت. لان احنا زي ما اتفقنا الكونتكست ليميت هو مجموع الانبوتس والاوتبوتس اللي جايه لي من ال LLM. وبرضه في مثلا طريقه تانية وهي طريقه السمرايزيشن، ان هو ياخد الشات القديم يعمل له سمرايزيشن ويلخصه ويبتدي يكمل على الكونفرزيشن. زائد في طرق اخرى هنتكلم عنها بس مش في الفيديو ده، لسه في فيديوهات ان شاء الله جايه قدام، علشان نتغلب على القيد بتاع اللي اسمه كونتكست ليميت. يبقى الكونتكست ويندو او الكونتكست ليميت بيكوال الانبوت توكنز بلس الاوتبوت توكنز. عايز اضيف حته كمان بالنسبه للكونتكست ليميت، لان دي برضو فيها تريكايه. يعني دلوقتي بما ان المودلز اتطورت وبقت بتلخص مثلا، او ممكن تعمل تريمنج، او ممكن تعمل اي حاجه تانية، في مصطلح معانا برضو اسمه الهالوسينيشن او التهييس، يعني فيما معناه. يعني ولنفترض ان انا عندي موديل رفعت له ملف PDF وليكن مثلا في 5 مليون توكن مثلا، وهو الكونتكست ويندو بتاعته 200,000. فلو هو
هيترم من البي دي اف او يقصقص منه، ساعتها في بعض المعلومات اللي ممكن ما تبقاش موجوده. فانا ممكن اقول له مثلا هات لي السكشن الفلاني وقول لي ده بيعمل ايه، بس ال ام ما عندوش المعرفه دي، ففي ساعتها ممكن يخرف او يهيس ويرد عليك بردود مش منطقيه، او ممكن حتى يرد ويقول لك لا انا ما اعرفش، انا المعلومه دي مش عندي اصلا. وهنا انا حدي بس ملحوظتين او تركتين علشان تقدر تكتب كونتكست كويس لل امز وتطلع ببريدكشن او باوتبوت كويس. هو في لسه تكنيكس للموضوع ده هنتكلم عنها زي ما اتفقنا في فيديوهات قدام، بس خلينا ناخد الملحوظتين دول واحنا بنتكلم. هاجي هنا على شات جي بي تي وهنفترض انا عايز اكتب مقال عن البرمجه، فانا هقول له كده اكتب لي مقال عن البرمجه وهدوس انتر. اللي انا عملته ده مش افضل كونتكست لل ام. يعني ايه؟ يعني انا قلت له اكتب مقال عن البرمجه وخلاص، لكن الاصح ايه؟ بعد كده لما تيجي تتكلم مع اي ام عايزك تركز في حاجتين. الحاجه الاولى انت عايز توصل لايه، والحاجه التانية انت الحاله بتاعتك او الستيت بتاعتك ايه بالظبط. تعالوا نشوف الكلام ده عملي مع بعض. يبقى انا اديسكرايب الحاله بتاعتي دلوقتي، اكتب لي مقال عن البرمجة للمبتدئين في لغة ال PHP. يبقى أنا كده وصفت الحالة بتاعتي. أنا عايز أكتب مقال عن البرمجة للمبتدئين في لغة ال PHP اللي بقالهم أسبوع لسه بيتعلموا برمجة. يبقى أنا كده وصفت الحالة بتاعتي. طيب الشرط التاني بقى أنا عايز إيه؟ وعايز المقال يكون أسلوبه سهل وبسيط ومتقسم إلى 5 أقسام، وكل قسم فيه تفاصيل أكتر وعبارة عن bullet point. تعال ندوس انتر ونشوف ايه اللي هيحصل. انتر. ملحوظه بس بسيطه، لا انا ولا انت عارفين ايه اللي هيطلع، يعني احنا مش عارفين نبريدكت ايه الاوتبوت، لان احنا اتفقنا ال امز بتبتدي تبريدكت. بص بقى، قال لي هنا ايه؟ قال لك البرمجه بلغه البي اتش بي للمبتدئين دليل الاسبوع الاول. قال لك يعني ايه لغه بي اتش بي، فعلا كتبها لي في سكاشن ازاي تكتب كود بسيط، وابتدى يطلع الاوتبوت بناء على الحاجتين اللي انا عملتهم في الكونتكست، الحاله بتاعتي ايه وانا عايز ايه. لكن بص كده، لو احنا قلنا له اكتب لي مقال عن البرمجه، قال لك ما هي البرمجه، لماذا نتعلم برمجه، البرمجه صعبه، كيف ابدا. هو المقال حلو ومش وحش وكل حاجه، بس هو ما خدمش الكيس بتاعتي، ما خدمش انا عايز ايه بالظبط. فانت دايما ركز على انت الستيت بتاعتك ايه وانت عايز ايه. ولو حابب تعرف اكتر عن فكره الكونتكست، هسيب لك مقال قوي جدا من كيرسور، وده عباره عن اي دي اي لسه هنتكلم عنه قدام، بيتكلم على فكرة ازاي تشتغل مع الكونتكست، وهو شارحها هنا واتكلم على الحتة اللي هي بتاعت انت الحالة بتاعتك ايه وانت عايز ايه. تعالوا بقى نتكلم على حاجة تانية برضو معانا، وهي حاجة اسمها الموديل بارامترز او برامز. هروح كده على موقع اسمه اولاما ده بيمكنك انك ترن اللارج لانجويج موديلز على الجهاز بتاعك. هو عباره عن ابلكيشن يعني بيخليك تقدر ترن الايه اللارج لانجويج موديلز دي على الجهاز بتاعك. فتعال نروح على موديلز، بعدين تعالى كده نسكرول مثلا نختار لاما 3.1. طبعا ده اسم موديل، تمام، واحنا خلاص بقى فهمنا بقى احنا ايه يعني ايه اسم موديل. طيب في حاجه اسمها بارامترز، فهنا مثلا هتلاقي يقول لك ايه 8 بليون بارامتر، 70 بليون بارامتر، 405 بليون بارامترز. طب ايه قصه البارامترز دي؟ وهتلاقي هنا مع كل ما الرقم بيزيد حجم الموديل بيزيد. طب فايه قصه البارامترز دي؟ قصه البارامترز دي بقى ان كل ما بتزيد كل ما قدره الموديل ده على الفهم وعلى ان هو يحل مشاكل معقده بتزيد اكتر. ولكن في تركايه ان حجمه هيزيد، ان البروسيسنج باور اللي هيحتاجها علشان يشتغل ويحل المشاكل هتبقى اعلى، هياخد ميموري اعلى، وهياخد مننا كوست اعلى. انا هستفاد ايه لما اعرف كده؟ هنا هتستفاد لما تيجي
انت معاك كيس وعايز تحلها او عايز تعمل حاجه، هتبتدي في اختياراتك للمودلز هتختلف بناء على البارامترز دي. على سبيل المثال انا عايز اكتب مقاله زي المقاله اللي احنا شفناها، غالبا انا كاحمد هختار 70 بليون بارامتر. طب ليه ما اختارش الثمانيه؟ لان انا بالنسبه لي ال 70 بليون بارامترز هو اتدرب وقرا مقالات كتير، فهيساعدني قوي في الجزء ده، فانا غالبا هنا هحتاج ال 70 بليون بارامترز. طيب مثال تاني، لو هديله جمله، يعني الموديل هديله جمله واقول له هل الجمله دي كويسه ولا وحشه. يعني مثلا لو عندي عميل بيشتكي من حاجه معينه وانا عايز اعرف هو بيشتكي فعلا ولا ما بيشتكيش، ساعتها انا ممكن استغنى عن ال 70 بليون بارامترز واشتغل بال 8 بليون بارامترز موديل، لان انا مش محتاج النوليدج الكبيره قوي بتاعه المقالات او ساعه لما اجي اكتب مقال. فهنا عايزك تاخد بالك، مش معنى ان كل ما الرقم بتاع البارامترز ده زاد كل ما كان ده افضل، ده مش شرط، ده بيرجع على الكيس بتاعتك. ومش بس كده، ده انت ممكن تلاقي موديل يبقى مثلا 100 بليون بارامترز وموديل تاني 10 بليون بارامترز، بس ال10 يكون احسن من ال100 في حالة الكيس بتاعتك. يعني مثلا انا عايز موديل متخصص جدا في الكودينج، فانا لو استخدمت موديل اتمرن على داتا جنرال وهو 100 مليون بارامتر ولا 400 مليون بارامتر، ممكن ما يبقاش اداؤه قوي واحسن من الموديل اللي هو 10 مليون بارامتر واتمرن على داتا كلها كودينج. فيبقى انت لما تيجي تختار موديل برضه هتبص على البارامترز. وهنا نيجي بقى السؤال، طب ايه البارامترز دي؟ هنا بقى هنبتدي نشرح تكنيكال شويه، بس لغايه دلوقتي لو انت فهمت يعني ايه بارامترز خليها كده نقول النوليدج او المعرفه بتاعه الموديل. لكن لو انت حابب تتعمق اكتر سنه بسيطه في الجزء التكنيكال ده، هو مش هيفيدنا قوي، بس حبينا بما ان احنا ذكرنا فكره البارامترز فاحنا هنشرحها. احنا اتفقنا بقى ان المودلز دي بتتعلم بطريقه النيورال نتوركس، والنيورال نتوركس دي فيها ايه؟ نيورونز. طب تعالى نعمل زوم ان على نيورون من النيورونز دي، وتعالى الاول نشرح الكلام ده بمثال كده نفهمه مع بعض، بعد كده نشرح المصطلحات التكنيكال. تخيل معايا ان انا عايز اعمل بيتزا، يعني انا الاوتبوت بتاعي عايز اعمل بيتزا، فالبيتزا دي هتاخد مني مكونات زي دقيق، ملح، ميه، والمكونات دي ليها مقادير، يعني مثلا معلقه ونص دقيق، كوبايه ميه، كوبايه معلقه ملح، دي اسمها المقادير. ومش بس كده، عندي بعض المقادير الثابته بالمكونات الثابته زي مثلا معلقه ونص زيت. بعدين هيجي الشيف بتاعي يخلط المكونات دي مع بعض ويعمل الخلطة دي اللي هي يطلع لنا في الآخر إيه؟ العجينة. طب بعد لما بيطلع العجينة بناخدها نحطها في الفرن علشان تتخبز. طب بعد ما بتتخبز بيطلع لنا إيه بقى؟ البيتزا. طيب تعالى بقى نشرح الكلام ده على نيرون من النيورونز دي. تعالوا نبدل المكونات اللي هي بتاعت المية والملح والدقيق ونخليهم مثلا input x input y input z، وبدل المقادير اللي هي كوباية أو معلقة ونص هنسميها weight 1 weight 2 وweight 3. وبعدين بدل معلقة الزيت أو المعلقة ونص بتاعت الزيت هنسمي الكلام ده بحاجة اسمها بايس، وده عبارة عن رقم ثابت. وخد بالك الانبوتس اللي داخلة للنيورون دي أرقام، احنا خلاص بقى ما بقيناش نتكلم بكلام، لا احنا اتفقنا بقى من الأول ايه؟ بتوكنز، ان الموديل بياخد مني توكنز، فبالتالي الانبوتس دي هي أرقام. بعد كده الويت ده هو والانبوت والبايس اللي هو الرقم الثابت اللي اتفقنا عليه بيتضربوا كده ويتخلطوا مع بعض عن طريق summation function. يعني ايه summation function؟ يعني هي معادلة رياضية بتاخد الكلام ده تخلطه مع بعض وفي الاخر بيطلع لي رقم واحد فقط. طيب الفكرة من هنا في ايه؟ لان انا عايز اقيم الانبوت ده اللي داخل لي كنيورون، هل هو فعلا انبوت قوي وكويس ولا هو انبوت ضعيف، فبالتالي لازم يطلع معايا الرقم ده. بعدين بناخد الرقم ده بنعديه على حاجه اسمها اكتيفيشن فانكشن. دي وظيفتها ايه؟ يعني كتقريب للوظيفه بتاعتها انها بتاخد تبص على الرقم ده، لو هو اصغر من الصفر بتخليه صفر، طب لو هو اكبر بتسيبه زي ما هو. طب ليه بتعمل الحركه دي؟ لانها بتدي مرونه لفهم الموديل.
يعني ما يبقاش الموديل متعود على رقم ثابت، لا هي بتدي مرونة بس لفهم الموديل، وفي الاخر بقى الموديل بياخد بقى الاوتبوت ده ويبتدي بقى يبظيه تاني لنيورون تاني، وهكذا يفضل كده لغاية لما بيوصل لك في الاخر الاوتبوت توكنز او البريدكشنز اللي بتطلع لنا من مثلا شات جي بي تي او اي تول تاني. ده كان شرح بسيط لواحد من النيورونز بتاعت النيورال نتورك بدون الدخول في تفاصيل قوي. يبقى الخلاصة ان الويت والبايس هم دول البارامترز. يعني انا دلوقتي في الصورة اللي قدامي دي عندي 3 ويتس وكمان 1 بايس، يبقى مجموع كل ده ايه؟ 4 بارامترز. تخيل بقى انت عندك كمية نيورونز كتير، فهتبتدي تعد بقى البارامترز بتاعتك. وخد بالك الرسمة دي هي مجرد بس تبسيط، ده ممكن يبقى فيه فانكشنز اكتر من كده، ممكن يكون فيه بارامترز تانيين غير الويت وغير البايس. فلما انا اجي اقول لك موديل عنده 70 بليون بارامتر، يبقى انت فهمت بقى البارامتر جايه منين. ونرجع نقول تاني، الموديل كل ما تبقى البارامترز بتاعته اكبر، ده مش معناه ان هو احسن من الموديل اللي البارامترز بتاعته اقل. كل ده بيختلف على الكيس بتاعتك، انت اللي بتحدد هتختار انه موديل بناء على الكيس بتاعتك. من احد عوامل الاختيار التانية هو اختيارك هل الموديل ده اوبن سورس ولا كلوزد سورس. يعني حاجة زي جي بي تي 4 دي كلوزد سورس، طب حاجة زي لاما لا دي حاجة اوبن سورس. طب ده هيفرق في ايه؟ ان انا ممكن اهوست الموديل ده على الجهاز عندي او على اي سيرفر ملكي انا، وساعتها انا ببقى ضامن ان الداتا او الكلام اللي ما بيني وما بين الموديل مفيش شركة هتستغله في انها تدرب المودلز الجديدة بتاعتها على الداتا بتاعتي. ده يعني يعتبر ايه؟ برايفسي كونسيرن. يعني لو انت مهتم بحتة خصوصية البيانات، فساعتها الاوبن سورس مودلز بالنسبة لك هتبقى حل كويس. ايه تاني من العوامل اللي ممكن على اساسها نختار موديل او نفضل موديل على التاني؟ هي فكرة النوليدج كات اوف. يعني ايه النوليدج كات اوف؟ يعني معرفة الموديل ده واقفة لغاية سنة كام. تعالوا نطبق الكلام ده عملي ونشوف مع بعض. اروح مثلا على كلود كده بالمنظر ده، وخليني بس اوقف تول من التولز، وهنشرح يعني ايه تول كمان شوية. وهقول له what is the latest trends in software development by the end of 2025 على سبيل المثال. قال لي لا خد بالك بقى، انا النوليدج بتاعتي واقفه لغايه اكتوبر 2024. يبقى كده الموديل ده النوليدج كات اوف او اخر معرفه عنده هي بمعرفه 2024. فبالتالي برضو النوليدج كات اوف دي من ضمن العوامل اللي بتفرق في اختيارك للموديل. حل بقى النوليدج كات اوف ده، او احد الحلول لفكره النوليدج كات اوف، ان الموديل ما عندوش معرفه لما بعد اكتوبر 2024، وهو ال LLM tools. ايه بقى قصة ال LLM tools؟ دي عبارة عن ادوات بيستخدمها اللارج لانجويج موديل علشان يقدر يتخطى الليميتيشن بتاع النوليدج كات اوف. يعني على سبيل المثال تعالى كده نروح عند كلود ونختار من التولز ونقول مثلا ويب سيرش، وبعدين تعالى نكتب تاني نفس الكلام اهو ونشوف هيقول لنا ايه، وندوس انتر. هو قال لك هنا ايه؟ قال لي خد بالك انا عندي نوليدج كات اوف اخري 2024، بس هو قام ايه زي ما ذكرت ليتست بقى، قام راح عمل سيرش بقى على الويب. هو راح عمل سيرش على الويب وابتدى بقى ايه، يعني انت هتلاقي هنا مثلا اي اي باور ديفلوبمنت تول، هنا مش عارف اي اي باور ديفلوبمنت ايفولوشن. فهو بدأ يجيب معلومات من سنة 2025. فبالتالي احنا تغلبنا على فكرة الليميتيشن اللي هي بتاعة النوليدج كات اوف. وفي طرق اخرى برضو نقدر نتغلب بيها على فكرة النوليدج كات اوف، بس مش هنذكرها في هذا الفيديو حتى الان، لان لسه في مصطلحات تانية محتاجين نشرحها في الحتة دي. طب بالنسبة لنا ال LLM tools هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن مجموعة زي ما انت شايف من التولز. يعني على سبيل المثال في تول هنا مثلا بتخليك انك تقدر تكونكت جيميل وتسيرش في الايميلات بتاعتك، في تول تانية تقدر تخليك تكونكت على جوجل درايفر، في تول على الكالندر. طبعا عايزك تبقى عارف ان مع الوقت هتظهر تولز اقوى من دي ومتطورة عن دي، فلما تظهر تول جديدة ما نتخضش خالص، لان الفكرة بقت واحدة ان ال LLM عنده ليميتيشنز. انا بقى بحاول ان انا اتخطى الليميتيشنز دي عن طريق مثلا فكرة التولز دي، ان اصبح ال LLM يقدر يعمل حاجات الطبيعي بتاعه ان هو ما يعملهاش، زي فكرة الويب سيرش. دي افكار تانية لسه هنتكلم عنها قدام.
أخيرا لو وصلت لغاية هنا فأنا حابب أشكرك جدا لأنك بطل إنك تكمل الفيديو للآخر. أنا عارف إنها كانت مصطلحات كتير شوية، بس إحنا حاولنا بقدر الإمكان نبسطها للفهم، وأتمنى يا رب تكون وصلت لك المصطلحات دي. ومفروض إن بعد كده لما بقى تقابلك مصطلح جديد أو يظهر ترند جديد، لأ إحنا مش هنتخض، إحنا هناخد الترند ده أو ناخد المصطلح ده، وبناء بقى على المصطلحات اللي إحنا عارفينها نقدر نستنتج ده عبارة عن ايه. ومش بس كده، احنا نقدر كمان نقرا عادي المقالة اللي فيها مثلا الترند الجديد ده او المصطلح الجديد ده ونفهمه واحدة واحدة، طالما احنا فاهمين الاساس بتاع اللارج لانجوج مودلز والمصطلحات الدارجة اللي بتحصل كل يوم. حابب اختم بيهم الفيديو. هو الحاجة الاولى، احنا عندنا فيسبوك جروب هدفه ان احنا نتجمع كسوفت وير ديفلوبرز ونتناقش في الاي اي تولز اللي طالعه، اللي عنده تجربه حابب يشاركها، اللي عنده سؤال او اللي عنده مشكله يعرضها. فبالتالي هو هيبقى كوميونتي لينا احنا كسوفت وير ديفلوبرز، وازاي نواكب التطورات بتاعه الاي اي اللي بتحصل دي. تلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن. الحاجه التانية، عايزك تكتب لي في الكومنتات ايه الحاجات اللي حابب نتكلم عنها ونشرحها مع بعض ونفصصها كده ونفهمها واحدة واحدة. فهستنى منك رأيك في الكومنتات او في الفيسبوك جروب بتاعنا. وبالنسبة للفيسبوك جروب بتاعنا، انا زي ما قلت هسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن، هو والصفحة بتاعتي. اخيرا لو حابب تعمل لايك او سبسكرايب او مش حابب، مفيش اي مشكلة خالص. انا يهمني ان يكون المحتوى ده انت استفدت منه، ونوعا ما فكينا التعقيدات اللي هي الطلاسم والمصطلحات بتاعه الاي اي اللي ممكن تبان معقده من بره، ولكن هي لما بنتعمق فيها اكتر وبنبسطها بتبتدي تتفهم اكتر وتساعدنا في شغلنا اليوم. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.